انت وصلت فيهم لايه. ده اغلب اللي بيتفرج هيكون ما وصلش لحاجه، مش تقليلا منه، لا مش تقليلا منه خالص، بس عشان اعرفك او افكرك ان انت كل سنه بتكتب اهداف على اول يوم في السنه. اول يوم كده بتكتب اهداف طويله قوي بس ما بتعملش فيها حاجه، تقول من السنه الجايه ان شاء الله هبدا فيهم تاني، ونكتب اهداف دي او نغيرها او ايا كان اللي بنعمله. بس ده اللي بنعمله كل سنه. ودايما في اخر السنه فيديوز بتجيلك اللي هو ايه، اخر شهرين تلحق تعمل فيهم كل الاهداف اللي كنت طول السنه، اخر مش عارفه ايه تلحق تعمل فيه يعني. لا بقى انا مرات جالك من نص السنه واقول لك ان الاهداف اللي انت كتبتها في اول السنه انت تقدر تعملها، تقدر تبدا فيها دلوقتي، تبدا فيها من شهر 6 لشهر 12 الجاي، على الاقل تلحق تعمل كام هدف انت ما لحقتش تعمله او ما لحقتش تبدا فيهم عادي. لكن الحق اعمل بقى كام هدف تاني سهلين يتحققوا في 6 شهور الباقيين من السنه، عشان مش كل مره تخرج من السنه وانت خسران كل اهدافك اللي بتكتبها وتقول لي اصل انا ما لحقتش هعمل فهعملهم السنه الجديده، والسنه الجديده تجيب السنه اللي وراها، والسنه اللي وراها تجيب يعني لغايه فين ما بتوصلش لحاجه. فانا جاي افكرك واقول لك ان احنا دلوقتي عندنا 6 شهور من السنه، وصلت فيهم لحاجه؟ لو لسه فانت عندك 3 حاجات. اول حاجه انت بتكتب اهداف مستحيل تتحقق في السنه، تمام؟ يعني انا بكتب ان انا مثلا انا صوره دلوقتي ماشي، بكتب هدف يعني مش هوصل له غير مثلا وانا عندي سن معين، يعني مش هينفع اعمل حاجه زي غير وانا مثلا عندي سن معين، فاروح كاتباه واقول انا هحققه السنه دي. طب ما طبيعي مش هحقق، ما طبيعي عارفه ان هو مثلا في قانون يمنعني ان اعمل الحاجه دي دلوقتي، او أنا لسه ما وصلتش للقانون ان انا اشتري مثلا الحاجه اللي عايزه اشتريها واركبها يعني ايا كان بقى. يعني انت مثلا شخص لسه متخرج من الجامعه او لسه بتدرس، كاتب ان انا ان شاء الله من ضمن اهدافي اول ما ابدا اشتغل هشتري عربيه بنص مليون جنيه. انا عارفه نص مليون جنيه دلوقتي مبقوش كتير او مبقوش يعني اكبر حاجه، بس هنفترض يعني فاذا لسه طالب جامعي، هل اول شغل هتبداه هتعرف تجيب منه عربيه بنص مليون جنيه؟ لا، لا، هيبقى صعب او نادر لما واحد يعمل كده او يحقق كده. طب هل مستحيل؟ لا مش مستحيل، بس صعب ان حد يعمل كده، او ده مش العادي اللي المفروض بنعمله. فما حطش هدف مستحيل وقيس بقى على كل حاجه انت بتكتب فيها هدف ان انت بتكتب هدف مستحيل يتعمل في سنه، او مستحيل يعني يخلص وانت في سن معين او في حاجه معينه وتقول لي انا هعمله. يعني انت ثالثه ثانوي دلوقتي فتكتب لي مثلا ان شاء الله يا جماعه السنه دي انا هسافر فيها 14 مثلا مكان، هسافر 14 مكان 15 مكان وانت في ثانويه عامه؟ لا والله. ازاي يعني؟ اقنعني. هل هتقعد تذاكر ولا هتسافر لي؟ هتسافر 14 مكان انت عايز تزورهم بره او خارج البلد اللي انت فيها. فدي يمكن المشاكل اللي احنا بنحطها، ان احنا بنحط حاجات غلط في اوقات ما بتنفعش ان هي تتحقق فيها الحاجات دي. طيب تاني بوينت، وهي ان انا يا جماعه من الاخر كده بكتب اهداف مش بتاعتي. من الاخر بكتب اهداف مش بتاعتي، بمعنى ان انا شفت ان واحد النهارده طالب بيقول ان انا كتبت ان شاء الله ان انا في الهدف ده هوصل للحته دي، فانا كمان اكتب من ضمن الاهداف ان انا ان شاء الله عايزه اوصل للحته دي. طب انت عارف انت عايز توصل هنا ليه؟ لا. طب انت كتبت الهدف ده ليه؟ وخلاص اي حاجه كده عشان اقول ان انا بكتب اهداف، اي حاجه كده عشان اقول ان انا بملي ورقه وبكتب فيها اهدافي، بقول ان انا اول السنه هحقق الحاجات دي ان شاء الله، وبرمي الورقه دي في الدرج عندي وان شاء الله ما بوصلهاش غير اخر السنه. والناس بتفكرني بفيديوهات بشوفها ان هو يا جماعه عدى السنه كلها يلا نعمل اهداف جديده للسنه اللي وراها. فدي برضو من ضمن المشاكل ان انا ما ببصش على الحاجات اللي انا عايزه اعملها، انا ببص على حاجات ناس تانية بتعملها فانا بكتبها من ضمن الحاجات اللي عندي اللي انا عايزه اوصل لها. تالت حاجه بقى، وهي ان انت بتبقى ماشي على اول السنه، في اول شهر منها او اول اسبوع كمان بيبقى عندك طاقه، حماس، شغف، بيبقى عندك كل حاجه ممكن تخليك ان انت تعمل الاهداف دي تكتبها، ويبقى عندك طاقه وتجيب نوت بوك جديده وحماس مليون. وبعد كده تاخد اللي انت كتبته ده تشيله عندك في ابعد مكان، توصلوش اصلا، ما بتشوفوش، ما بترجعوش اصلا كل شهر، وتقول ان شاء الله هنوصل للسنه ديت اللي انا كتبته. طب انت بتشوفه؟ لا. بتراجعه؟ لا. ماشي على خطه عليه؟ لا. واخد حتى هدف واحد بتحققه؟ لا. امال انت كاتبهم ليه؟ عشان ان شاء الله برضو على اول السنه الجايه هقول انا محتاجه احقق من كل دول فهعملهم من السنه اللي وراها، وهدينا بقى الف بينا يا دنيا. فدي من اكبر المشاكل اللي احنا بجد بجد بنوقع نفسنا فيها، هو ان انا بكتب حاجات انا مش هقدر اعملها، او بكتب حاجات مش مناسباني او مش عايزاني، او بكتب حاجات بدافع الشغف او بدافع ان احنا اول السنه فالناس كلها بتكتب اهدافها فيلا بينا انا كمان اكتب اهدافي وان شاء الله هتتحقق كده مع نفسها. فوقوا احنا بقينا في شهر 6، يعني عدى 6 شهور من السنه. يعني انا نفسي مش مصدقه الصراحه، يعني اللي هو أنا لسه بادئه السنه ولسه بحتفل، يعني ايه 6 شهور؟ هو فعلا عدى 6 شهور
وبجد الوقت بيعدي بسرعه. وهتلاقي لو انت دلوقتي في العشرينات هتلاقي اول خلاص عدوا بسرعه، تلاقي وانت في الثلاثينات تلاقي نفسك وصلت بسرعه للخمسينات، ولو انت لسه صغير تلاقي نفسك بتكبر بسرعه والوقت بيعدي بسرعه، واللي انت عايزه يخلص بيخلص وبيجي وراه. وكل ما بنكبر كل ما الحياه بتبقى اصعب ومسؤوليه اكتر. فيعني حاول استمتع، وحاول بجد عيش كل حته انت فيها او في عمر انت فيه، عيشه بجد باللي انت عايشه عليه. يعني عيش بجد باللي انت فيه، ما تسبقش الدنيا وتقول انا عايزه اوصل ل20 سنه وانا لسه عندي مثلا 10 سنين. يعني لو ما اوصلش اقول ان انا دلوقتي عندي 50 سنه فمتحمس قوي اعرف لما اكبر ان شاء الله وانا عندي 70 سنه هبقى قاعد في مملكتي محقق ده وده وده وده. يعني عيش دلوقتي وحقق اللي انت بتعرف دلوقتي تحققه او تمشي عليه او تسعى له بسرعه، عشان بجد العمر بيجري. وعشان بجد لو النهارده انت بتسمع الفيديو ده واحنا في شهر 6، تسمع الفيديو ده تاني وانت هتلاقي نفسك في شهر 12 تقول السنه خلصت بسرعه، انا فين، انا وصلت لايه، انا عملت لايه. هتلاقي نفسك محبط لان كل الناس اللي حواليك بتقول لك انا حققت ووصلت ومش عارفه ايه وانت لسه واقف مكانك، فتقول يلا هبدا من السنه الجديده. انا ما عنديش مشكله ان احنا نبدا من السنه الجديده كل حاجه، بس احنا نفتكر ان احنا كل سنه بنقول نفس الكلمتين. انا عارفه ان في حاجات بتيجي غصب عني مش هعرف اعمل الحاجات اللي انا كتبتها. ممكن حاجه بجد صعبه تيجي توقف حياتي سنه، ممكن مرض، حد عزيز عليا جدا يعني يتوفى، غيرت مثلا اقامتي ومكاني وبلدي مثلا فنقلت في حته فصعب ان انا مثلا بسرعه اعمل اهدافي دي ولا انجح ولا ايا كان. انا معاك، بس احنا مش كل السنين كده، فده تفرق ليك انت بقى. فالخلاصه من فيديو النهارده انا مش عايزه يبقى طويل، انا عايزاك تسمعه وانت واعي ان دلوقتي انت بقيت في نص السنه، اول 6 شهور عدوا، يمكن انت تكون لسه ما عملتش فيهم اي حاجه، ولا بصيت للاهداف اللي انت كتبتهم، ولا سعيت، ولا حسنت من نفسك، ولا كتبت ان انت هتعمل كده وكده وكده، ولا قلت ان انت هتشتغل مش عارفه قد ايه، ولا قلت ان انت هتوصل لهنا، ولا قلت هتاخد الشهادات هنا. كل ده ليه؟ عشان انت بتكتب حاجات مش مناسبه ليك، او عشان انت بتكتب حاجات بعيده عليك، او عشان انت بتكتب حاجات بدافع الشغف. فارجع تاني، شوف اللي انت كتبته من اول السنه، طلع الورقه بقى دي او يمكن كاتبها على الموبايل، وشوف انت ليه ما عملتش الحاجات دي. اللي تعرف تبدا فيه ابدا فيه، انت لسه عندك فرصه. المره دي انا عامله الفيديو في شهر 6 عشان انت لسه عندك فرصه 6 شهور كاملين تعرف تعمل فيهم هدف كويس ومرتاح قوي، وكمان تعرف تضغط نفسك بهدفين و3 من حسب اللي انت كاتبه. فابدا، والوقت ما راحش ولا حاجه، لسه قدامنا فرصه 6 شهور نحقق اللي احنا ما عرفناش نعمله من اول 6 شهور التانيين، اللي انا مش عارفه هم راحوا فين. يعني انا بجد نفسي افهم ال6 شهور الاولانيين ازاي خلصوا، او ال5 شهور الاولانيين من السنه ازاي خلصوا. فعشان الدنيا ما تلفش بيك بسرعه وتلاقي نفسك ما بتلحقش تعمل اي حاجه، فحط لنفسك قرار انت تبدا من دلوقتي في الحاجه اللي انت عايزها. انا اتمنى ما يبقاش مجرد فيديو تسمعه ونعديه، انا هقوم اعمل الحاجه دي وبعد كده اسمع فيديو تاني من على ريلز على التيك توك او انستا او ايا كان، وبعد كده تقول لي خلاص انا نسيت الفيديو ده وخلاص كده نشوف اللي بعده، وتبدا ال6 شهور التانيين يعدوا من السنه وانت لسه واقف في مكانك. هتلاقي ناس كتير بتتطور، ناس كتير بتجري وبتشوف نجاحات ناس كتير وانت واقف مكانك، وده الحقيقه الصراحه. فيا تلحق مكان في الحياه اللي انت فيها، يا هتبقى مجرد حاجه عاديه يعني كده اهو. فانت فاهمني. فاشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وبحبكم قوي. باي باي.